النهارده نتكلم عن مشكله بتقابل جميع المربين وخاصه الناس اللي عندها فرخه حاليا دلوقتي وعندها جراوي، ربنا يبارك لهم فيهم يا رب. وبيتصلوا بيها بمصطفى، الجراوي عندها رشح، الجراوي عندها برد، الجراوي عندها عطس، الجراوي مش قادره تتنفس، الجراوي ما بترضعش من امهم كويس. كل ده طبعا مشكله في حد ذاتها. والنهارده طبعا المربي بيبقى حيران ومش عارف بيعمل ايه، وخاصه الجراوي بتبقى لسه صغيره، عندها عمر مثلا 10 ايام، 15 يوم، 20 يوم، 30 يوم، يعني يعتبر شهر. لسه مش قادرين يتعاملوا معاها بايه او بادويه ايه، لان طبعا التعامل بالحاجات دي لازم يكون بحرص ولازم يكون عن وعي ولازم يكون عن خبره. كل ده هنتكلم عنه النهارده في الفيديو ده. يا ريت لو انت اول مره تشوفنا النهارده يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول واحد كل حاجه بننزلها. ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم نكتر من اللايكات عشان اللايكات بتفرق معانا في المحتوى بتاعنا. تحياتي للجميع، يلا نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي لكم، تحياتي الناس المشاركة معايا على القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا في البداية كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية والإخوة الأقباط بألف صحة وخير وسلامة. طبعا خلاص قربنا على حلول وقدوم شهر رمضان المعظم الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهارده يا جماعه طبعا الكلب اللي احنا معانا ده، الجرو اللي احنا معانا ده، الجرو ده يا جماعه عمره 20 يوم، الله اكبر عليه. هيكون ان شاء الله بامر الله تحفه، وهنعرضه للبيع بس في وقت معين ان شاء الله بامر الله، لان طبعا انا حابب اللي انا اشوفه قدام عينيا يكبر احسن من كده. الجرو ده يا جماعه بياكل ني، هننزل لكم فيديوهات وهو بياكل زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ده بين ابن كيارا، ذكر كويس جدا، جرو محترم، ربنا يبارك لنا فيه يا رب، وربنا يبارك لصاحب النصيب. لسه ما قررناش هنبيعه ولا هنخليه. ابن الملك كراش بتاعنا. تمام. هنخش في الفيديو النهارده. الفيديو النهارده بيتكلم عن مشكله المربين والغواء بيقابلوها. مشكله اللي هي لو عندك جراوي او ان النتايه مخلفه جراوي، والجراوي يا جماعه مثلا بتحتاج لعنايه كويسه جدا ومحافظه على الجرو من اول يوم لحد الفطام ده بقى لحد 25 يوم او 30 يوم او 45 يوم على حسب ما النتايه بتفطم جراويه. كل نتايه بتبقى ليها نظام معين في الفطام بتاعها. طبعا الجراوي في الفتره دي بتكون عرضه للبرد او الرشح او السخونيه او الحاجات دي كلها. طبعا مشكله في حد ذاتها يا جماعه لما يكون الجرو لسه صغير وبيجي له برد او يجي له رشح او يجي له بحه او اي حاجات معويه او الكلام ده كله. طبعا ده علشان في الاسف من اول البدايه، لان انت ما جهزتش او ما هيأتش او ما حضرتش مكان الام من البدايه، سواء صيف او شتاء. في بعض الناس او بعض المربين وبعض الغواة لما بيخش على مثلا في فصل الشتاء بيعمل دفايات ومش عارف ايه، وبيعملها لمده يومين 3 او اسبوع، وبيبقى سايب عامل تهوئه يعني صغير جدا. عامل التهوئه الصغير ده مضر جدا للجراوي، لان طبعا زي ما احنا قلنا لازم يكون الاوضه او الغرفه او البوكس اللي هو والده فيه النتايه ولدت فيه، لازم البوكس ده يا جماعه لازم يكون متحضن كويس جدا، ما يكونش فيه عامل تهويه سرسوب تهويه خالص، لان سرسوب التهويه ده مضر جدا للجرو ولجسم الجرو. تمام. لو انت سايب الجراوي على مثلا قماش او بلاط او على كرتونه ولا على ورق ما بتنضفش كويس باستمرار، الروائح الكريهه دي بتعمل اختناق للجراوي. تمام. زي ما احنا قلنا لازم اهم حاجه تبقى انت فاهم وعارف ايه المسبب وايه المشكله اللي ادت للمشكله اللي عند الكلب، مش اللي انت بتعالج عرض وخلاص او انت بتعالج المشكله وخلاص. لا، المشكله او العرض ده لازم يكون ليه مسبب ولازم يكون ليه مرض هو اللي ادى للعرض، لان في بعض المربين وبعض الساده الدكاتره للاسف بيعالجوا العرض اللي حصل ويسيبوا المرض الاساسي. يعني انت مهما تعالج من هنا للصبح ويبقى المرض زي ما هو شغال، لان انت ما عرفتش تتوصل او تتحكم او عندك القدره وعندك الخلفيه وعندك الخبره اللي انت تبقى انت عارف ايه هو اللي حصل للجرو او ايه اللي حصل للكلب بتاعك او ايه اللي حصل لك انت شخصيا.
تمام كده يا جماعه. طبعا زي ما احنا قلنا عامل التهوئه وعامل التدفئه، عامل التدفئه هو رقم واحد للي ادى عدم التدفئه، هو اللي ادى لبروده الجرو وسعيه الجرو. طيب نعمل ايه؟ لازم تدفي الجراوي جدا من عمر يوم لحد ما انت هتبيع الجراوي، لحد ما انت هتبيع الجرو لازم تدفي كويس جدا المكان ده، لازم تنضفه كويس جدا. مش تنضفه اللي انت تجيب بقى ميه وتنضف، لا، لازم تغير القماش، لازم تغير الورق، لازم تغير الكرتون، لازم تغير النشاره لو انت نشاره بس للاسف النشاره غلط، لازم تغير اي حاجه انت بتعملها للنتايه اثناء فتره الولاده او الاعتناء بالجراوي. لازم يبقى انت عامل المكان ده كويس جدا. دي حاجه رقم واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما ينفعش اللي الجرو يكون سقعان وتقعد تاكله، هو اصلا كده كده مش هياكل، لازم هيجيله برد، لازم هيجيله تلبك معوي، ولازم هيجيله اسهالات. النهارده هنتكلم عن علاج الرشح، تمام كده، ما بنتكلمش عن علاج اسهال او التلبك المعوي، بس احنا بنقول عامه يعني عشان تبقى حضراتكم عارفين ايه. رقم اتنين، لازم يبقى المكان كويس في التدفئه كويس، تمام. لازم تحافظ على الجرو كويس. لو الام ما بتعرفش تحضن، انت تخش تخلي الجرو في صدر الام تحت الام، تحط لهم قماش او حته قطن بحيث ان هي تدفيهم تحت منهم، تمام. يبقى انت منظف تحت منهم كتير عشان ما يحصل لهمش برد او سقعه او اختناق من الروائح الكريهه بتاعت الام ساعه البول او البراز لو هي بتتبرز في مكانها، او الجراوي طبعا لما بيعملوا البول والبراز والام لسه ما بتعرفش تلهس في مكان فتحه الشرج والمخرج بتاع القضيب بتاع الكلب او الجرو لو في اولاد، تمام كده يا جماعه، او المهبل او بيت الرحم بتاع النتايه لو في نتايات جرو صغيره. يعني عامل النظافه، يبقى رقم واحد عامل التدفئه، عدم عامل التدفئه، واثنين عدم عامل النظافه، تمام كده يا جماعه. طيب الجرو طبعا جاله برد، جاله عطس، جاله رشح، نعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه كالاتي. رقم واحد، هتجيب حاجه اسمها، سواء بقى جرو من عمر يوم لحد عمر شهرين، معاك الادويه دي، يبقى من عمر يوم لحد عمر شهرين لو حسيت بالمشكله دي. رقم واحد، هتجيب حاجه اسمها ابيدروكسيل شرب سنتي كل 8 ساعات لمده اسبوع، كل 8 ساعات لمده اسبوع لكل جرو، تمام كده. يبقى 3 مرات في اليوم 1 سنتي من الابيدروكسيل شرب، تمام، لمده اسبوع. وحاجه تانية اسمها ابيدون شرب، الابيدون شرب سنتي برضو لكل جرو وكل 8 ساعات لمده اسبوع، 3 مرات في اليوم برضو، ده الابيدروكسيل شرب والابيدون شرب، تمام كده يا جماعه. وهنجيب حاجه اسمها ماكسيليز شرب سنتي، 1 سنتي لكل جرو وكل 8 ساعات برضو، بس ده قبل الرضاعه. لو الجراوي مثلا ابتدت تكبر عندها 20 يوم وابتدت تاكل، يبقى قبل الاكل. لو الجراوي لسه بترضع، يبقى قبل الرضاعه، تمام كده يا جماعه. الادويه اللي احنا بنقولها دي ادويه بقى علاج بشري من الصيدليه البشري، هنقولهم تاني. ابيدروكسيل شرب 1 سنتي، العلاج ده علاج البرد والرشح عند الجراوي من عمر يوم لعمر شهرين، تمام كده يا جماعه. والادويه دي بشريه وبتديها على حسب ما انا بقول لك كده. 1 سنتي من الابيدروكسيل شرب، الادويه دي يا جماعه هتبقى مكتوبه في صندوق الوصف. ابيدروكسيل شرب 1 سنتي كل 8 ساعات في بق الجرو، تمام. ده بعد الرضاعه او بعد الاكل لو الجراوي بتاكل مثلا في عمر 20 يوم ولا حاجه، انما لو الجراوي لسه بترضع يبقى ده بعد الرضاعه. برضو حاجه اسمها ابيدون شرب، الابيدون شرب ده 1 سنتي برضو من عمر يوم لحد شهرين، 1 سنتي لمده كل 8 ساعات لمده اسبوع، العلاجات كلها لمده اسبوع، تمام. ده بعد الاكل. برضو في حاجه ثالثه اسمها ماكسيليز شرب، ده 1 سنتي كل 8 ساعات، بس ده قبل الاكل، قبل الرضاعه لو الجرو لسه بيرضع من عمر يوم، تمام، زي ما احنا قلنا. ولو الجرو بياكل بقى يبتدي ياكل والكلام ده كله، يبقى قبل الاكل. يبقى الماكسيليز هو الوحيد اللي قبل الاكل، لان علاج انزيمي لازم يشتغل على معده فاضيه.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت يكون المحتوى عجبكم، يا رب يكون الحلقه عجبتكم وكنت ضيف خفيف النهارده عليكم. اي حد يا جماعه عايز اي حاجه انا تحت امره في اي وقت، اكتب لي في صندوق التعليقات المشكله اللي عند حضرتك او السؤال اللي عند حضرتك، تمام؟ او تواصل معايا واتساب، برضو رقم الواتساب 010 2241 7513 بيبقى مكتوب على اي فيديو احنا بننزله. تمام كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم نكتر من الاشتراكات، يا ريت يا جماعه نكتر من الشير، مش هتخسر اي حاجه بتهيألي. يا ريت يكون في دعم منكم اكتر واكتر للفيديو عندنا والقناه عندنا عشان الناس كلها تستفاد بالمحتوى بتاعنا. وفي الاخر خالص بنقول لكم احترسوا من المربين وغوات الكلاب الجهلاء. تحياتي الجميع واشوفكم على خير. ويا ريت ما تنسوش اللايك الجميل وتعليقك الجميل في صندوق الوصف، علشان دعمك ده بيخلينا ان احنا نكمل اكتر واكتر ونبذل الجهد اللي اكتر واكتر عشان نديك المعلومه الصحيحه. تحياتي الجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.